السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم البنات وصفه تاع حلوى يا البنات، خفيفه خفيفه بزاف بزاف. كي تعودوا تاكلوا فيها يا البنات، قلت لكم تاكلوا في لي بونج ميم اقتصاديه. المكونات تاعها كاينه في كل بيت، ماشي حاجه غاليه. والبنات الشكل تاعها راكم تشوفوا فيه الشكل باهي بالبزاف. كيما دركا راهو جاي العيد الكبير ان شاء الله، عيد الاضحى. هذه تقدروا ديريها بكل سهوله. الوقت ما زديش بزاف. الكميه البنات انا خرجت لي والله كميه كبيره، تاكلوا وتشبعوا كيما يقولوا. كميه وافيه بالبزاف. شوفوا يا البنات كيفاش الطراوه تاعها، شغل كي تقصوا بعد هي بعد راهي خفيفه بزاف بزاف. البنه ما نحكي لكمش، جربوا يا البنات وتشوفوا البنات ها كيف هايله هايله هايله. تخلصوها. انا والله ما قعدت لي يومين خلصت. شوفوا الطراوه، شوفوا يا البنات، تهبل 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 البنات. دركا نروحوا لطريقه التحضير والمقادير. اول حاجه يا البنات، هنا في الغيسيبيون تاعنا عندنا هنايا 2 بيضات كاملين وصفار. البنات نحيو البيض تاعكم قبل من الفريجيدار، يكون دافي شويه، ماشي لازم يكون بارد. وهنايا عندي كاس غير 2 صباع تاع سكر كلاص. البنات انا ما نحبش الحلاوه، درت كاس غير 2 صباع. نتوما ديروا كاس الحلاوه. وهنايا عندي كاس غير شويه برك تاع زيت نضيفو. نخلطوا كلش مع بعضها يا البنات. ودركا يا البنات نزيدوا رشه تاع ملح للتعديل تاع الحلاوه. ونجيبوا درك يا البنات الباطور تاعنا ونبداو نخلطوا. اللي ما عندهاش الباطور ولا مش حابه تستعملوا تقدر تستعملني فوي ولا مغارفه. ليسونسيال البنات خلطوا مليح مليح كلش مع بعضه. كي كملنا دركا خلطنا مليح. دركا نحيو الباطور البنات، ماناش نزيدو نستعملوه والوقت هذا يا البنات دركا هنايا انا نضيف الخليط تاعنا. عندي نص كاس سانشا مايزينا، نحطو كامل ونبدا نخلط مغرفه ولا سباتشيل. المهم خلطوها مليح مع بعضهم وتلهو راكم تشوفوا النشا ليه تطلع. دركا المزيج تاعنا هذا نزيد له مغرفه تاع انايا عندي تاع لافاني، واللي عندها لافاني تاع سائله زيد مغرفه باش تجي البنه مليحه. لافاني تعطي طعم مليح العجينه تاعنا. رانا نخلطو هكا. دوكا البنات راني حنستعمل يدي بيسك راح نزيد الفارينه. هنايا البنات شوفوا نزيد بالكاس. انا عندي الكاس الاول. وشنو لازم تغربلوه يا البنات باش الكاطو تاعكم ولا الحلوه تجي خفيفه. شوفوا هنا حطيت الكاس الاول، وفي نفس الوقت نجيب ساشي معمره تاع خميره الحلويات، وهي تاني نغربلوها. البنات دركا بعد ما كملنا الكاس الاول والخميره نزيدوا الكاس تاني نفس الطريقه تاني نغربلوه. احسن بالنسبه لي انا تغربلو ساعه ساعه على بقى حبيبات حاجه هكا في الفارينه تاعنا. ودركا البنات نبداو نلمو العجينه تاعنا، غير بصباعتينا برك نلمو. شوفوا البنات هنايا رانا نلمو فيها، شوفوا كيفاه غير بصبع. قلت لكم عندكم تعجنوا لازم غير تلمو هكا برك يا البنات. دوكا في الوقت هذا البنات انا هنايا حنزيد الكاس الثالث تاع الفارينه. نبداو نزيدو غير بشويه البنات. انا ديما ما نحبش نزيد ضربه واحده الكاس، نخاف تغلبك الفارينه وتجيك العجينه كيما يقولوا شايحه وتفزت. هنايا حنزيد الكاس الثالث كامل يا البنات، واني في نفس الطريقه راني نلم غير بصباعي. شوفوا كيفاش. درك هنا لقيتها ناقصه. هنا عندي الكاس الرابع البنات، هنا نزيد غير شويه ماشي بزاف. البنات ماشي لازم تتقيدوا كيما انا بالفارينه بالكيل. كاينه فارينه تشرب كاينه ما تشربش. شوفوا نتوما الفارينه تاعكم، وكما يقولوا عينكم هي ميزانكم. البنات شوفوا العجينه اللي تحصلوا عليها تكون شويه طريه كيما هكا. كي تكوروها في يدكم ما دير لا خطوط لا تشققات. شوفوا كيف تجي. نقدروا سهل نشكلوها كيما يقولوا عفوا بكل سهوله. دوكا البنات هنا فوق البلان دو طرافاي جبت نيلون ولا ساشي. انا ساشي برك حليتها كيما هكا. نجيب كميه تاع العجينه تاعنا نكوروها نحلوها شويه هكا، ونعاودو نغطيوها بالنيلون ولا بالساشي. ودركا نجيبو الحلال تاعنا ونبداو نحلو فيها يا البنات. شوفوا واش نقول لكم حاجه، كي تحلوها ما تحلوهاش رقيقه كيما تاع السابلينو. هذه تكون شويه كيما يقولوا زايده شويه عاليه ولا خشينه شويه عليها. شنو نحاولوا كي نحلو نديروها قد قد كل جوانب تكون قد بعضها.
دوكا البنات نجيبو القطعه راح نديرها على شكل قلب. دوكا الساشي من فوق البنات او ميم طون يعني نطبعو باش يعني الشكل تاعنا يجي شويه بومبي. شوفوا كيفاش يعني ليه يعني سهله. ما مني لون كاين فوق الساشي ما تخافوش. شوفوا البنات دوك نعت لكم يعني السمك تاع الحبه تاعنا كيفاش تكون، وشوفوا الشكل تاعها كيما قلت لكم يجي بومبي شويه شكل يعني الشكل روعه. شوفوا كيفاش السمك تاعها كيف يكون شويه خشين. دوكا البنات نحطوها في البلاطو. البنات شوفوا بعد ما كملت التشكيل دركا البنات نحطوها في الفرن على درجه حراره 160 ونطيبوها حتى ندات التحميره ومن بعد نحيوها. البنات شوفوا الكاطو تاعنا بعد ولا الحلوى بعد ما طابت شوفوا التحميره اللي داتها ومن فوق تبقى كيما راها الشكل ما يتبدلش البنات يعني والله كيما نقول لكم عجينه روعه يعني وناجحه بالبزاف. دركا البنات هنايا عندي كونفيتور ابريكو يعني كونفيتور تاع المشماش. يعني دوكا نوليو نديرو طبقه من الداخل باش نلصقو حبه مع اختها. ودوك تشوفوا هي البنات يعني الحبات كامل يجيو قد بعضها معايا الحبه الثانيه. شوفوا الطياب تاعها كيفاه روعه. شوفوا البنات نحطوا حبه فوق اختها هكا. شوفوا كيفاه قد بعضها مية البنات حبه ما هي زايده. دوكا البنات انا هنايا عندي بانسو تحبوا ديروا بانسو ولا مغارفه ولا بصبعكم ديروا طب يعني كميه ولا طبقه تاع يعني المعجون الكونفيتور يعني على الحواف ما نخرجوش بزاف البنات وما نكثروش جوست باش يعني نديروا الديكور نديروا كما يقولوا ساير داير يعني ندهنوه كامل. دركا يا البنات بعد ما دهناه كامل هكا نجيبو هنا عندي كاوكاو يعني محمص مرحي خشين يعني به بالقشور ويعني نديرو طبقه من فوق يعني ندوروها على الكونفيتور تاعنا ولا المعجون. نحيو هذاك بك بصبعتينا يعني الزايد يعني بعد ما قريب تشيح نوليو يعني نحيو الزايد هذاك ونضفو يعني الحبه تاعكم عدلوها مليح كيما هكا. يعني انا جوست نحيت ومن بعد راني نحيت زايد كامل. شوفوا الحبه تاعنا كيفاش تكون هكا. شوفوا الشكل تاعي يهبل يا البنات. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع الحبه تاع الكاطو تاعنا. شوفوا الحلوه كيفاش جات تهبل. نتمنى الوصفه يعني تجربوها هي البنات وتنجحوا فيها يعني والله جربوها هايله للعيد ولا يعني المناسبات تاعكم تاع يعني ومام القهوه تاع العصر. وما تنساوش البنات انكم تبارطاجيو الفيديو وتشتركوا فيه ومع جام وتعليقي البنات. وان شاء الله يا ربي نجيب لكم وصفه جايه ان شاء الله ولا اي وصفه يعني حابينها يعني حطوها لي يعني في الكومنتات. وفي الوصفة القادمة إن شاء الله يا البنات وفي رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.